السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الأعزاء، كيف هي أحوالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف ألف خير. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا جبت لكم واحد الأكلة شعبية كانوا كيديروها جدودنا لوليداتهم وداروها أمهاتنا لينا. فهاد الأكلة كنتمنى أنكم تبقاو متشبتين بها، فهي صحية جدا. هاد الأكلة هي الحلجة. فنحن دائما مع الأصالة والمعاصرة، وتقول المثل جديد ليه جدة والبالي لا تفرط فيه. فهاد الأكلة هي صحية جدا. فهاد الحلجة هذه كتصايب بالبقولة، الجرنيج، بوحمو، الحميضة، السلك، قرنينة، الفول هكذا الطريب بقشورو. ولكن بما انني انا مغتربة فما كنتوفرش على هذه المسائل هذه، فانا غادي نصايبها لكم يعني بطريقة او بلمسة شمامي غشانيل. فانا هنايا عندي كسكسو ديال الحمامر الغليظ اللي كنديروا به اللبن، يعني التسايكوك، ماشي الرقيق اللي كنديروا به الطعام. هذا كنديروا به الطعام بالقديد او برحم الراس كيجي رائع. اما هذا فالغليظ ديال السيكوك هو اللي غادي نستعملوه في هذه الحلجه هذه. فهاد الاكله كيف ما قلت لكم هي صحيه 100%، وحنا توارثناها ابا عن جد، وكنتمنى انها تحنا نورثوها لوليداتنا ان شاء الله. فهي صحيه 100%. فان شاء الله انا غادي نستعمل فيها العشلوج ديال الفجل. داك العشلوج الفجل راه فيه المذاق ديال بوحمو، فانا فاش كناخذ الفجل ما كنرميش داك العشلوج ديالو، كنغسلوه ونديرو في كونجيلاتور الا ما كنتش محتاجه، الا كنت محتاجه فانا كنستعملو. كيف ما تشوفوا انا غسلته مزيان، حيت ليه كاع ديك الاتربه ديالو، غادي نقطعو ان شاء الله. وكذلك كنستعمل الصبانخ، فالصبانخ حتى هي كتجي زوينه وحتى هي عندها منافع كثيره. اما بالنسبه للفول فانا غادي نستعمل هذا، ما عنديش يعني الفول بقشوره، ولكن حتى هذا راه يوفي بالغرض. اما بالنسبه للتوابل فانا غادي نستعمل الحرور، الثومه والزيت العود ومليحه. غادي نبدا ان شاء الله بتقطاع داك العشلوج ديال الفجل. ودابا غادي ناخذ الكميه اللي غادي تقدني ديال الكسكسو ديال الكسكسو الغليظ. كيف ما تشوفوا ها هو غليظ، وغادي نغسلو مزيان من ديك الاتربه اللي فيه، راه واخا كنغسلوه ما كيتحلش، يعني غير غسلوه صافي. دابا ان شاء الله غادي نخليه يشرب. غسلته 3 ديال الغسلات وغادي نخليه يشرب، يعني فزا كيتفسخ شي شويش، وغادي نرجع ليه باش نفوروه، ندهنوه بزويته ونديروه يفور. وهاد الحلجه هذه انا غادي نطيبها على البخار. فخديت الكسكاس، درت فيه العشلوج اللي انا قطعت، الصبانخ، الفول، شويه ديال الثوم على حسب الرغبه. عندي الطنجره راها ديجا كتغلى فوق النار، وغادي ندير شويه ديال الملحه ونخليها طيب. كيف ما تشوفوا الحلجه ديالنا هي طابت. غادي نخوي دابا الكسكاس باش نفور فيه الطعام. صافي غادي نردو يفور ان شاء الله. في هذه المقيله هذه حيدت شويه ديال لي زيبيناغ ولا عشلوش ديال الفجل، غادي نطيبهم على شكل بقيله. درت واحد المعلقه ديال القزبر، وغادي ندير الثومه والكمون وشويه ديال الحرور والزيت البلديه، وما نساوش مليحه بطبيعه الحال. من بعد ما تحرقت ليا ديك الكرموله غادي نضيف ليها لي زيبيناغ والعشلوج ديال الفجل. يا لا لا ويا لا لا من جال حضرتنا يضرا. يا لا لا ويا لا لا. هنا خديت مقيله اخرى فاش غادي نحرق الحلجه، درت فيها مليحه، الحرور على حسب الذوق، وغادي ندير زيت العود وغادي نحرقهم شويه ونضيف ليهم الحلجه.
صافي الطعيمه ديالنا دابا راه اصبحت جاهزه. فورتها 3 ديال التفويرات. دابا غادي نخلطها مع الخليط الاول اللي كيتكون من اوراق الفجل والفول والصبانخ. اذا حبيباتي الوصفه ديالنا ديال اليوم هي جاهزه، اللي هي الحلجه. جات رائعه في المذاق، مذاقها غزال. وكذلك البقوله، فما كاينش شي فرق ما بينها وما بين البقوله اللي كنديروا بالبقوله. فكنتمنى من كل المغتربات ما يحرموش راسهم ويوجدوا الحلجه والبقوله بطريقه شامه ميغا شانيل. فاحنا تبارك الله علينا العيالات فيما تحطينا كنجيو واقفين، فتحنا ما كنحرموش راسنا من التقاليد والعادات ديالنا المغربيه، وخصوصا مثل هذه الاكلات الصحيه اللي الجدات ديالنا الله يرحمهم علموهم للامهات ديالنا، الله يحفظهم لينا ويطول لينا في عمرهم. فاحنا بدورنا خاصنا نعلموهم لوليداتنا. فبحال هذه الاكلات اللي هما عريقين خاصهم يبقاو مستمرين معنا، سيرتو انهم صحيين ومفيدين للاجساد ديالنا. كنتمنى تكون هاد الاكله هذه نالت الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم. فكنتمنى تكثروا من البارطاج حتى تعم الفائده على الجميع، لان فعلا يعني كاين شي وحدين اللي نساو هاد الاكله وما تاكلوهاش رغم انها صحيه ومفيده. فبارطاج بارطاج لتعم الفائده على الجميع. كذلك قبل ما نودعكم غادي نشكر كاع المتتبعين ديالي الكرام اللي على تعاليقكم المحفزه وعلى تتبعكم لي المستمر، فشكرا لكم من القلب. إذا أحبائي ما بقى لي إلا نودعكم وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم بحول الله، فدمتم في رعاية الله وحفظه.